Sorry, I'm rich, I ain't rent one. I'm on counter where I get my tent done. If she asking for money, I send some. Get her hair and her nails. انا هبتدي التزم على يوتيوب تاني. عندنا ميتنج دلوقتي نخلصه. شهر واحد ده كان الاكونت مقفول. خلص الميتنج قعدنا بتاع ساعة مثلا، مش كنا بنتفق يعني. الميتنج ده كان خلاص، انا يعتبر امبارح اتفقت معاه اللي هو نبتدي نشتغل مع بعض. الميتنج ده كان عبارة عن اللي احنا بنتفق على الكوميشن وعلى التارجتس اللي هنحققها والارقام. بشوف يعني statistics البيزنس اكتر وافهم اكتر عن الارقام، ونجو الدبث عامة عن الارقام وعن الحاجات اللي احنا عايزين نحققها والكوميشن كل الحاجات دي. دلوقتي عندنا ميتنج بالظبط، عندنا ميتنج الساعة 3، دلوقتي الساعة 2، بس احتمال اخليه دلوقتي عشان اخلص، عشان عندي ميتنج كمان الساعة 5، وعاوز لسه اخلص حاجات كتيرة قوي من ناحية الشغل. لسه محتاج اعمل سيت اب لاكونت، اد اكونت ونبتدي عليه. عاوز سيت اب ايميل ماركتنج لبراند تانية وتيك توك ادز. وعاوزش ليه، انا مبعرفش اقعد غير وانا سقعان، ما بحبش اقعد وانا حران. يعني دلوقتي انا ممكن عادي اقفل التكييف واقعد عادي خالص من غير، يعني اقعد عادي بنص كم تيشيرت طبيعية، بس انا بحب اقعد سقعان. يعني بحب اقعد كده سقعان كده. ميتنج تاني، الميتنج ده كان حوالي 13 دقيقة ولا حاجة، مش عارف ليه أنا فاكر الرقم بالظبط. بس أنا يا جدعان خلاص، أنا هقعد 3-4 شهور بتعالج. رجليا باظت خالص، رجليا مش عارف جالي قطع. المفروض أروح كمان يومين أروح أعمل حاجة اسمها MRI عشان أشوف بقى أنا عندي إيه بالظبط وإيه اللي أنا محتاج أعمله. لحد دلوقتي أنا ماشية بالكوسة، فاهم؟ أنا بحط أي مرهم ألاقيه عندي في البيت. معرفش أصلا لو مرهم عضلات ولا ده مرهم وش، أصلا معرفش بصراحة، بس ماشية بالكوسة. احنا دلوقتي خلصنا الميتنج الساعة دلوقتي 2:30. عندي ميتنج الساعة 5، فمن 2:30 ل5 هبتدي أحاول لحد ما أقدر أحاول أخلص كل حاجة. بس خلاص عجزت يا جدعان والله، بس الحمد لله الحمد لله. ده كده خير من عند ربنا، وده ممكن يبقى يعني اوكي كده خير بصراحة. ده ممكن يبقى يعني حاجة تخليني اركز على شغلي اكتر عشان اقعد في البيت اكتر. ممكن، مش عارف بصراحة، بس انا كده هستغل الوقت ده. وانا كده قاعد في البيت، انا فعلا هموت نفسي بصراحة. شغل 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 شغل، عشان انت اهم حاجة تعمل اللي عليك. يعني طول ما انت قاعد بتعمل عليك وبتحاول، حتى لو انت مش شايف نتائج، حتى لو النتائج وحشة، طول ما انت بتعمل اللي عليك، طول ما انت بتخلص اللي وراك، مستحيل ما توصلش اللي انت عاوزه. في يوم من الايام هتلاقي كل حاجة تك 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 خلاص. انت بص هقولك، انت زي لما تبقى طالع جبل ومشايل مثلا حاجة تقيلة، او انت طالع الجبل ده، الدنيا هتبقى صعبة قوي 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 قوي، وممكن تقع مرة وترجع من الاول تاني خالص. بس اول لما توصل فوق وانت نازل، خلاص الموضوع هيبقى سهل. هتنزل خلاص، الموضوع سهل. تنزل هتلاقي نفسك عمال بتنزل بسرعة 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 بسرعة. هي نفس الحاجة في البيزنس، وانت بتطلع او في اي حاجة في الحياة عامة، وانت بتطلع الموضوع بيبقى صعب قوي قوي قوي. الموضوع بيبقى صعب، بس وانت بقى خلاص اول ما توصل لفوق، مع الوقت هتلاقي فترة في حياتك الدنيا بقى سهلة خلاص. مش سهلة قوي، هي كده مفيش حاجة سهلة، بس هتلاقي الدنيا بتتسهل لك والدنيا ماشية. هاخد مش بريك بس بريك كده نص ساعة، اروح افطر واصلي واخلص ونبتدي بقى نرجع للشغل. فطار اهو، جبنا بيض مع الحاجات الطبيعية، يعني مفيش حاجة جديدة. ومحدش يا جدعان يحاول يقنعني، او يعني لو في حد بيعرف ياكل من غير لما بيبقى بيتفرج على حاجة، يعني انت غريب الصراحة. انا عن نفسي ما بعرفش اكل من غير، لازم ابقى بتفرج على حاجة وانا باكل. ما بعرفش اكل كده وافضل قاعد مبرق في الحيط الصراحة. يوتيوب دلوقتي ما بقاش في اي حاجة ممكن نتفرج عليها، بحس خلاص الفيديوهات خلصت، ما بقاش بقعد بتعب عقبال لما الاقي فيديو حلو. بس شارك تانك لسه منزلين سيزون جديد بتاع اللي هو روبرت ده، بتاع شارك تانك امريكا، جه مصر، فشكلها حلو الصراحة، فقعد اتفرج عليها. هخلص وبعدين بقى نبتدي شغل تاني، وبعدين عندي ميتنج كمان، وبعدها عندي ميتنج كمان، وكده بقى المفروض يومنا خلص من ناحية الميتينجز وكده.
دي بقى الشغل. ولسه بقى عاوز اعمل براند اوتريتش. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and بالظبط. بدأت اشتغل مع جرافيك ديزاينر، خليها بتعمل لي اد كرييتيفز اللي هم الصور اللي بتظهر في الاعلانات. عشان بصراحة مرة جربت اعمل جرافيك ديزاين كده مضروب لبراند، وجابت ريزولتس حلوة قوي. ف حاسس ان انا لو خليت حد تاني احسن مني او دي شغلانته يعملها، اول حاجة هتوفر لي انا وقت كتير قوي، تاني حاجة هو هيبقى احسن مني. يعني هيبقى عندنا ميتنج الساعة 5 حاليا، الساعة بالظبط 5 بس. عملنا له ريسكادجول للساعة 9 بالليل. فحاليا لسه قافل مع الديزاينر، ظبطنا اد كرييتيفز لكذا براند، وان شاء الله بكره هيبقوا جاهزين عشان نبتدي نطلعهم في الادز. وحاجه تانية بقى محتاج اعملها، لسه محتاج اعمل سيت اب لاكونت جديد، والايميل ماركتينج، وتيك توك ادز، و عاوز اطلع كرييتيفز جديده للتو براندز. ف حاليا الساعة 5، ممكن كل ده مثلا مش عارف اخلصه في قد ايه، بس يعني هنشوف. وانت بتشتغل تستمتع بالشغل، يعني ما تحسسش نفسك ان انت قاعد وشغال ومش عارف ايه وانا شغال، لا حاول من جواك تبقى مبسوط. يعني اصل بص هقولك حاجة، الانبساط او الهابينس عامة انت اللي بتختار تبقى حزين ولا تبقى مبسوط، ولا انت اللي بتختار مودك يبقى عامل ازاي. فحاول على طول تحط في دماغك ان الفترة دي كمان سنة، سنتين، 3 هتبص عليها وتفتكر الذكريات دي، لان انت حاليا وانت شغال دلوقتي انت حاليا ما وصلتش لحاجة، حاليا انت لسه مش في اي مكان انت عاوز تبقى فيه. بس كمان بص ادي لنفسك بالظبط 3 سنين، ما تديش نفسك اقل من 3 سنين. 3 سنين وحاول بجد بجد بجد، مش اللي انا بعمل اللي عليا وخلاص، وهنا 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 ساعتين 3 في اليوم، لا. على قد ما تقدر حاول بجد تدوس على نفسك 3 سنين. وصدقني اي حاجة قبل 3 سنين هتحس ان انت ما وصلتش لحاجة، فتحس انك فشلت، او انت مش عارف تعمل، مش عارف تنجح، مش عارف تعمل حاجة. فصدقني الموضوع مش سهل كده، مش شهر، شهرين، 3 تلاقي نفسك الدنيا مشيت، حتى مش سنة ولا سنتين. فالموضوع بياخد وقت، فحاول تستمتع. انا على قد ما اقدر وانا بشتغل بسمع اغاني واقعد بقى اغني بستمتع باللي في ايدي دلوقتي، وانا عارف ان دي كده فترة، مع الوقت هحقق كل اللي انا عاوزه. بس ده مع الوقت، مفيش حاجة بتيجي على طول. انا حاطط في دماغي ان انا بشتغل دلوقتي عشان كمان 3 سنين الشغل اللي انا بحطه دلوقتي هاي بي اوف. بالله انا زهقت. الواتساب عندي على البي سي مش عارف ماله، مش عارف ابعت اي مسجز على البي سي، وانا اصلا كل شغلي واتساب. يعني بصوا التابز اللي مفتوح، في تابز كتيره قوي. واتساب ده اساسي عندي، يعني الواتساب ده مفتوح هنا عشان ده الكوميونيكيشن ما بيني وما بين كل الناس. فالواتساب ده انا بفتحه 24 ساعه ما بيتقفلش، وهو حاليا بايظ، انا مش عارف اعمل ايه. كفايه جاكيت بقى على كده عشان خلاص الجو بقى نار. دلوقتي الساعه 7:30. معرفش ليه الفتره دي بقيت احب اقعد في ضلمه كده، معرفش ليه، مع ان انا طول عمري طول عمري بحب اقعد في النور، بس معرفش ليه في الفتره دي بالذات بحس كده الضلمه اريح لي، معرفش ليه. دلوقتي هنتغدى وناخد بريك كمان في الغدا زي ما انتوا عارفين، نشوف اي حاجه نتفرج عليها، رز، فراخ، مفيش اي فن. خلصنا معظم التو ليست. الساعه 7:30، كمان ساعه ونص ولا ساعتين، كمان ساعه ونص عندنا ميتنج تاني. اخد بريك نص ساعه كده، وفي الساعه دي اخلص كام حاجه كمان. محتاج ادخل كرياتيفز جديده لبراند او براندين، وبعدها اخلص البتاع ده وابتدي بقى اخلص الميتنج ده وابتدي اعمل ايميل ماركتينج، عشان ده مش هياخد وقت الصراحه يعني، بس هياخد مني تركيز.
وكده هبقى خلصت كل اليوم. بس يلا ناكل ونشوف بقى الدنيا هتاخدنا ليه. لسه واخد بالي من حاجه، ان انا النهارده ما نزلتش فيديو على انستجرام وتيك توك، فلازم اعمل فيديو. الساعه جت 9 خلاص، كفايه راحه. عندي ميتنج دلوقتي، اخلص الميتنج واكمل كل اللي بقى ورايا، كل الشغل اللي ورايا. اخلص الشغل ده وبعديها يبقى يومي خلص كده. كفايه قوي على كده، كفايه قوي، عشان النهارده مش عارف ممكن ابقى شغال اكتر من مش اقل من 6-7 ساعات يعني. ورجلي وجعاني قوي، مش عارف اقعد على الكرسي. حاسس اول ما قعدت هنا حاسس كده ان انا استريحت كده. جسمي السرير امتص جسدي لتحت كده. حاسس ان انا مش عاوز انام، انا عاوز افضل قاعد بس صاحي، عشان انا متكيف دلوقتي الصراحه ومش قادر اقوم، بس لازم اقوم. شعري متبهدل. الكول بقى ساعة وتلت، نتفق على حاجات كتيرة، عملنا اناليزيشن للبيزنس كامل بتاعهم، شوفنا ايه اليونيك سيلينج بوينتس اللي عندهم، اللي نركز عليه، اللي ممكن يتحسن، طب والدنيا واقعة عليه، وكل الحاجات دي. لسه هنريجوين عشان الكول خلصت، بس لحد دلوقتي الدنيا ماشية حلو. فهخلص الكول ونشوف وصلنا لايه. بعد ساعتين كملت رجالة. دان ديل خلاص، officially signed as a new client. هنبتدي ان شاء الله تيك توك وانستجرام ادز من اول بكره، او مش عارف من اول يعني، هم هيدوني اكسس وهنبتدي على طول. دلوقتي بقى عندي كول تانية مع كلاينت تاني، هضطر نخش. هنعمل ايه؟ الحمد لله الاخير ده ما بيردش، فده بقى نخليه بكره. كفايه بقى على كده، لسه ما خلصتش. الساعه دلوقتي 11 وتلت، ماشي، الساعه 11 وتلت، احنا بادئين شغل الساعه 12 الصبح، واخد يعني، وفي النص واخد بريك ساعتين. يعني انا شغال النهارده اكتر من 8 ساعات بس. ده اللي لازم انت تعمله كل يوم علشان توصل 8 ساعات في 8 ساعات في 8 ساعات في 8 ساعات، هيكومباوند مع بعض. هتلاقي نفسك، انت هقولك على حاجة، انت لو مش لازم اصلا 8 ساعات، انت لو نص ساعة من يومك عملت اي حاجة مفيدة، حاولت تحسن نفسك بأي طريقة، هتوصل لهدفك. هتتقدم عن اكتر من 80% من الناس، فاهم؟ فتخيل بقى انت بتشتغل ب5 و6 ساعات في اليوم، 7 و8 ساعات كل يوم، تروح في حتة تانية خالص خالص خالص. بس اهم حاجة تبقى فعلا بتشتغل، مش عامل نفسك عشان انا كان عندي المشكلة دي. انا في الاول كنت ممكن اشتغل 8 ساعات بس انا عامل نفسي بشتغل، كان انا ما كنتش بعمل حاجة. انا كنت قعدت بتفرج على التيك توك جوه على السرير، هيبقى نفس الاوتكم. زي لو مثلا كنت فاتح الداشبورد، قاعد قدامها عمال بعمل ريفرش اشوف لو في اوردرات ولا لا. حاجه مالهاش اي لازمه، فاهم؟ كنت ممكن اقعد على التيك توك ما اعملش اي حاجه وتبقى نفس الفكره، فاهم؟ فانت اهم حاجه ما تعملش نفسك بتشتغل، لا فعلا اشتغل. ولو مش وراك اي حاجه، شوف اي حاجه تانية. ممكن تروح تقرا كتاب، ممكن عادي عامه. ممكن تقعد ساعه ساعتين في يومك مريح، ما بتعملش اي حاجه غير انت عمال بتقلب على تيك توك بس. يعني قصاد الساعه دي انت بتشتغل 5-6-7 ساعات. طبيعي مفيش حد، عشان ما تخليش حد يضحك عليك، مفيش حد بيقعد 9 ساعات متواصل قاعد على مكتب. لازم تفصل في النص طبيعي، غير انت كده هتتحرق وهتبقى كاره اللي انت بتعمله، وكمان يوم 2-3 الدنيا هتبوظ منك.